السلام عليكم. النهارده 13/11. اطعام النهارده بفضل الله وكرمه لحمه مفرومه 40 اسره. هوريكم طبعا الصوره دلوقتي. وكيس مكرونه، يعني كل اسره تاخد نص مفروم وكيس مكرونه. تمام. بصوا انا هقول لكم شويه كده ايه على احلامي، يعني الحاجات اللي انا بتمناها قوي قوي. يعني نفسي كده ربنا يرزقني كده بمكان واعمل فيه مطبخ، يعني واكل الناس يوميا. يعني هي الفكره دي نفسي تبقى عندي يعني. لان اطعام الطعام جميل جميل، يعني اطعموا الطعام تدخلوا الجنه بسلام. يا سلام، في حاجه اسهل من كده؟ اطعموا الطعام تدخلوا الجنه بسلام. الاطعام جميل وربنا عز النعمه، فلما ربنا سبحانه وتعالى يعز النعمه فلازم نطلعها يعني بحب كده. المهم، دي حاجه. وتاني حاجه اقول لكم احلامي. نفسي يبقى عندي بيت كبير كبير ضخم كده كبير، والم فيه الناس المحتاجه والناس الغلابه واهلي. يعني نفسي يبقى عندي مكان كده احط فيه اهلي كلهم اللي هم الغير قادرين، ويبقى عندي مكان كده ضخم. يعني والله بتمنى كده، بتمنى ان ربنا يرزقني ويبقى عندي مطبخ كبير جوه المكان ده. الناس ما تبقاش شايله هم ولا هم اللقمه ولا هم الاكل ولا هم حاجه، نبقى كلنا ايد واحده. يبقى المكان ده يبقى اسمه المكان يعني عالم هبه. يعني عايزه نفسي يبقى عندي عالم كده لوحدي احط فيه كل الناس الغلابه، تبقى معززه تبقى مكرمه ما تتهانش. نفسي والله، وبدعيها على فكره دايما. وطبعا ربنا يرزقني رزقا وفيرا واطلع العمر 15,000 مره، يعني اطلع اعيش بقى هناك. من كتر ما انا حبيت الكعبة وحبيت مكة، يعني ربنا يرزقني بيها مرارا وتكرارا والله. المهم، فكرة الإطعام فكرة حلوة جدا جدا. النهاردة الإطعام زي ما قلت نص مفروم وكيس مكرونة. الوجبة دي بقت صعبة حقيقي، يعني خلينا متفقين. وأي وجبة فيها لحوم فراخ أو سمك أو لحوم أو كبدة أو صدق أو الكلام ده بقت صعبة على الناس جدا. يعني حتى الخضار بقى صعب على الناس جدا. فالمهم بحاول على قد ما اقدر كل اسبوع اعمل 40 اسرة 50 اسرة على حسب. لو انا عندي مكان، انا بحب فكرة ان انا اطبخ وكده واوزع، بس بحب فكرة ان انا اطلع الحاجة نية. يعني انا قعدت فترة بطبخ وبطلع الاكل وكنت بعمله بحب جدا، انا واصحابي وامي وبنت خالتي، وكنا عاملين شغل حلو قوي. فكنا كل يوم ننافس بعض، كانت رهيبه. المنافسه بقى الشريفه لا انا عملت احلى النهارده، لا دوقي كده، لا انا عملت كذا وانت عملتي وكنا شغالين منافسه. كانت في رمضان. الفكره حلوه، وانا اتمنى ان انا ارجع تاني اعملها بصراحه، وارجع تاني يعني انفذها. بس في نفس الوقت احب الاكل اللي يوصل للام وللاسره ني. ليه بقى؟ الست تطبخ بطريقتها، تطبخ بايديها. اللي يتفضل يتعشوا بيه، اللي يتفضل يكملوا بيه. تعملها كفته، تعملها عيش باللحمه، تعملها بشاميل. فاهمين قصدي؟ يعني الفكره ان انا برضو ما ابقاش جبرت حد على حاجه. فانا نفسي اعمل الاتنين، واي حاجه فيها خير بجري فيها. يعني الحمد لله بفضل الله وكرمه انا جربت كل جميع الحاجات اللي فيها خير كلها. ما عنديش حاجه بس اللي هي واحده بس ما جربتهاش، غسل الموتى. وكلمت امي نور، قلت لها يا امي خديني معاكي. دخلت كذا مره وخفت، يعني بدور على اي حاجه فيها اجر. فجربت وخفت طلعوني. يعني المصيبه ان هم وداخله لا دخلوني. دخلت المشرحه ودخلت اماكن تغسيل مرتين. ما قدرتش. يعني انا اتمنى بس كل حاجه بفضل الله وكرمه شاركت فيها وعملت فيها، اذا كانت بالمجهود ولا بالفلوس ولا بالجري ولا بالسعي عملت. ف شبعانه خير، بس بعمل خير. يعني عايزه طريقي، هو ربنا سلك لي الطريق ده يا رب افضل فيه العمر كله. والناس اللي في الدرة يا رب تفضل معايا العمر كله. احنا ماشيين، انا بس في الصورة لكن ورايا ناس كتير كتير طريقها حلو وطريقها خير. وربنا يبعد عني الاوباش، الناس اللي ما بتحبش الخير او الناس اللي بتخش تضايقني، ربنا يبعدهم عني. ونفضل طريقنا زي ما هو، واجرب اي حاجة فيها خير اخش فيها. تمام. هوريكم بس الاطعام النهارده. ما شاء الله اهو، انا ما عنديش ستاند اهو ما شاء الله. واهو الاطعام اهو ما شاء الله. كل اللي شارك وكل اللي هيشارك في الاطعام ده الستاند بتاعي.
كل اللي شارك وكل اللي هيشارك في الإطعام جزاكم الله خير الجزاء، جزاكم الله خير الجزاء. الإطعام معمول حبا في الله سبحانه وتعالى، ومفيش أحسن من ربنا سبحانه وتعالى إن احنا نعمل عشانه إطعام. السلام عليكم.